عايزة تعملي توست صحي هش وخفيف وناجح وطري بالطريقة دي. لو فهمنا الجلوتين صح عمرك ما هيطلع معاكي توست تقيل أو مكتوم. الفكرة كلها في طريقة التحكم. كل اللي أنا عايزاه منك إن انت تكملي الفيديو للآخر، ولو سمحتي من فضلك ركزي معايا في الفيديو كويس جدا على كل معلومة ممكن أقولها، لأن الكلام ده مهم قوي قوي، وكل ده هيكون معلومة بالنسبة لك. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس ما تنسيش لايك وشاريه لكل أصحابك وحبايبك عشان الكل يستفاد. ويلا بينا نصلي على حبيب المصطفى سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالي نحضر وصفتنا. هحضر معايا كوباية وهجيب معايا معلقة ونص كبار من الخميرة الطبيعية إلى الخميرة البيرة. تمام. طب أنا ضفت ليه معلقة ونص كبار كده لأن أنا هعمل معايا كيلو ونص من الدقيق. لو انت هتعملي نص كيلو من الدقيق يبقى تاخدي نص معلقة كبيرة. تمام. والكمية دي ليه احنا هنعمل 2 قوالب، قالب كبير اللي هو بتاع السوق اللي هو بتاع الفرن، وهنعمل قالب صغير اللي هو على الانجليش كيك. ده هنشوف مع بعض دلوقتي. اولا كده اضيف معايا معلقة كبيرة من العسل الابيض اللي هو عسل النحل، او ممكن تستبدليه بالسكر، بس احنا بنعمل بقى حاجة طبيعية فعشان كده انا ضفت العسل. وبعد كده كوباية مية تكون دافية، حاجة بسيطة جدا، وهبتدي بقى ان انا اقلب كله لحد ما احس ان هي دابت بالشكل ده. اطمنت ان الخميرة دابت معايا، خلاص اركنها كده جانبا واغطيها بطبق بتاع الفنجان واسيبها كده لحد ما تختمر معايا. وتعالوا هنا في بوله كبيره كده هبتدي انزل معايا كيلو ونص من الدقيق. الدقيق بتاعنا اللي هو الحبه الكامله، ما بيكونش طبعا منخول ولا اي حاجه، بيكون بالقشور بتاعته بجنين القمح كله مع بعضه كده. هبتدي بقى احنا نشوف هنحط ايه. هنحط معانا هنا معلقه صغيره من الملح. تمام. وبعد كده تعالوا بقى نعمل محسن تحفة جدا، لأن الدقيق ده بيبقى تقيل شوية، مش بيختمر سريعا أو مش بيرتفع سريعا، فاحنا عايزين حاجة تساعد الخميرة بتاعتنا. هنضيف ايه؟ هنضيف من الكيك شيف، هنضيف معانا معلقة كبيرة ممسوحة بالشكل ده. الكمية دي على الكيلو ونص من الدقيق. والكيك شيف عايزة اقولك افضل حاجة بدل ما تستخدمي البيكنج باودر العادي، الكيك شيف افضل، لان هو بيدخله محسن مش مجرد بس بيكنج باودر. تمام. انا قلبت بقى كده المواد الجافة كلها مع بعضها. وتعالوا دلوقتي نشوف الخميرة بتاعتنا. بصوا ما شاء الله عملت زي فقاعات كده من فوق، وكده معناه ان الخميرة بتاعتي ناجحة جدا. طب انا لو لقيتها ما عملتش الفوران ده اعمل ايه؟ اغيرها حالا بخميرة تانية، علشان طبعا ما هقدرش معايا الكمية بتاعتي اللي انا حطيتها من الدقيق. يلا اضيف بقى الخميرة بتاعتي على المواد الجافة، وبعد كده هبدأ ان انا املى نفس الكوباية تاني بالمية عشان استفاد بباقي الخميرة اللي هي موجودة، وانزلها برضو على الدقيق. وابدا اضيف السوائل بتاعتي الباقيه. كده انا هضيف معايا 4 كوبايات بالاضافه للكوبايه اللي هي بتاعت الخميره اللي احنا ضفناها. هبتدي بقى ان انا اقلب المكونات كلها بالشكل ده. وخدوا بالكم ان دقيق الحبه الكامله بيشرب ميه كتير جدا، يعني بياخد ميه كتير غير الدقيق العادي. تمام. بصوا انا ببتدي اعمل زي عمليه تقليب، بس يعني بجمع المكونات السائله كلها مع المواد الجافه. بصوا احتاجت معايا ميه، ضفت كمان كوبايه تانية من الميه، يبقى كده ضفت معايا 5 كوبايات من الميه بالاضافه للكوبايه اللي هي فيها الخميره. ولو تلاحظوا كده اثناء ما انا بقلب الدقيق مع الميه هتلاحظوا ان من تحت الدقيق مترسب، معنى كده ان هو اللي فوق بياخد السوائل الميه واللي تحت ما بيوصلهوش، لان نوعيه الدقيق دي الحبه الكامله بياخد سوائل كتير جدا. فلازم اقلب كويس قوي واخلط كله مع بعضه، مجرد خلط بس مش اكتر. التوست مش بيحتاج عجن كتير، يعني مجرد هي بس ثواني كده اكون انا خلصت، مجرد اخلط بس المكونات. ولو اضطريتي ان انت تعجني انك انت عايزه تضيفي السوائل بتاعتك بالتدريج، احسبيها كويس جدا ان انت ما تتعديش ال8 دقائق عن العجن. بصوا هنا ده انا مش عامله له عرق بالشكل ده، لان التوست مش بيحتاج عرق زي ما عملنا في العيش الاسمر. العيش الاسمر كان محتاج فعلا ان هو يبقى ليه عرق علشان يبتدي ان هو يتفرد معايا بسهوله، ولما ادخله الفرن ان هو يبتدي ينتفخ معايا. وتعالوا نشوف كده اولا احنا عملنا ايه. بصوا احنا بعد ما خلصنا العجن ولمينا العجينه بالشكل ده، هجيب بوله وهضيف فيها حاجه بسيطه جدا من الزيت، بسيط جدا. وبعد كده ايديا هتكون مكانها يعني نقطه كده بسيطه من الزيت، وهبتدي ان انا امسك العجينه بتاعتي عشان هي في المرحله دي بتبقى بتلزق قوي. الدقيق او دقيق الحبه الكامله لما بيتشرب ميه بيلزق بزياده، فاهميني؟ غير الدقيق اللي هو العادي، فده من الطبيعي يعني ما تقلقيش خالص. هاخد بقى من فوق كده برضو نقطه بسيطه قوي من الزيت ده، هنزل العجينه بتاعتي بالشكل ده وادوس عليها. بصوا هي بتبتدي ان هي ترتفع معايا او تختمر، هي ما شاء الله كويسه جدا. هدوس عليها تاني وهبتدي ان انا اجيب كيس غذائي وافرده واغطيها كويس، وما اسيبش اي اطراف منها باينه عشان الدقيق ده بينشف بسرعه. تمام. وبعد كده اغطيه بطبق تاني، يبقى انا حكمته كويس جدا كده مش هيدخل له هواء، وهسيبه بقى لمده 15 دقيقه وخلاص. بصوا ما شاء الله ارتفع معايا، يعني انا مش محتاج ان هو يرتفع معايا قوي، انا مجرد بس بريح العجينه، لان الدقيق بتاع الحبه الكامله مش من النوع اللي هو ممكن يرتفع معايا سريعا، فاهميني؟ ومش هيرتفع قوي.
بصوا بقى بالشكل ده، خلاص اتأكدت ان هي اختمرت معايا. يلا نشوف بقى دلوقتي هنعمل ايه. بصوا كده انا جبت قالب التوست اللي هو الكبير اللي هو بتاع الفرن. مميزاته ان هو بيبقى ليه غطا كده، يعني بيبقى حلو جدا في اثناء التسوية. وبصوا ارتفاعه كمان ممتاز جدا. الطول بتاعه بقى 40 سنتي والعرض بتاعه كان 15 سنتي. يعني حلو جدا، وده الغطا بتاعه زي ما انتم شايفين كده. طيب هنتعامل معاه ازاي؟ هنقول دلوقتي طبعا اللي عنده قالب زي ده يعمل فيه، اللي ما عندهوش قالب احنا هنستخدم قالب الانجليش كيك. تمام. وهوريكم الاتنين مختلفين عن بعض ازاي. بصوا ده كمان بتاع الانجليش كيك، حجمه صغير زي ما انتم شايفين كده، حجمه 25 سنتي، وده بياخد نص كيلو من الدقيق. عشان كده انا بقول لكم انا عملت كيلو ونص. القالب الكبير هياخد معايا كيلو، والقالب الصغير هياخد معايا نص كيلو. تمام. هنشوف دلوقتي ازاي وهنوزع ازاي مكوناتنا. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. نضيف كده نقطة بسيطة جدا من الزيت على الرخامة بتاعتي، ما زودش كتير. احنا عايزين بس بنعمل لها زي عايز، لان زي ما قلت لكم كده العجينة دي بتبقى طرية قوي قوي وبتلزق. تمام. بصوا هناخد كده 3/4 الكمية، وهسيب الربع التاني في البولة بتاعتي. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي انا باخد الكمية اللي هي الكيلو اللي احنا عجناه الكيلو، والنص كيلو اللي هو المتبقي في البولة دي اللي احنا هنعمل بيه القالب اللي هو الصغير. بصوا كده نفرد بقى العجينة قدامنا علشان ناخدها على قد القالب بالظبط. هوريكم ازاي تقيسوا المسافة بتاعته. المردانة بتاعتي هبتدي ان انا ادهنها نقطة بسيطة جدا من الزيت علشان السطح بتاعها ما يلزقش فيها بالشكل ده، وهبدأ افردها بالتساوي زي ما انتم ما شايفين. وبعد كده هضيف عندي القالب بتاعي قدامها وهقيس بيها، هشوف فاضل قد ايه عشان اوصل للمسافة. ابتدي افرد تاني لحد لما اوصل للمسافة بتاعتي المطلوبة. طب انا ليه بعمل كده؟ علشان القالب بتاعي يطلع كله سوا واحد وحجم واحد. بصوا بالشكل ده خدت خلاص المقاس المظبوط. هبدأ بقى اخد الاطراف والمها بالشكل ده، هعملها زي رول بس بالراحة جدا، عشان زي ما قلنا العجينة دي بتبقى طرية قوي. وهاخدها والفها اللفه التانية. بصوا بلفه بالراحه قوي عشان افكها كويس، وابتدي ان انا اسكنها الاطراف بتاعتها بالشكل ده. كل ما الف لفه اسكن الاطراف بتاعتها باطراف صابعي. بصوا كده. تمام. واكمل والف بنفس الطريقه وهكذا. لو ايديا لقيتها بتلزق معايا هبتدي اخد نقطه من الزيت، ما زودش زيت خالص. زي ما انتم ما شايفين كده باخد كميه بسيطه قوي. ابتدي ان انا المها. بصوا طبعا بحس ان هي ملزقه شويه على الرخامه بتاعتي، مش مشكله بتتلم معايا برضو. واسكنها تاني لحد لما اوصل لاخر اللف في الاخر خالص. بصوا بالشكل ده خلاص عمل معايا رول. هبتدي ان انا اقفل الاطراف بتاعته، والحته اللي انا هقلبها عليها هدهنها نقطه بسيطه من الزيت. تمام. بصوا انا بقفل كده الاطراف بالشكل ده. هاخد بقى القالب بتاعه وادهنه دهنه كويسه جدا بالزيت من جوه كده، الاطراف والقاع بتاعته لحد الاخر، علشان لما يجي يرتفع معايا شويه او يختمر معايا ما يلزقش معايا في القالب. تمام. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اطمنت ان انا دهنته كويس، هاخد بقى القالب بتاعي واشيله كده بالراحه، واوزع ايديا كويس عليه علشان كله ما يتمطش معايا اثناء ما انا بشيله. بصوا بالشكل ده. واضيفه بالراحه خالص، اخلي التانية اللي هي الاخيره اللي هي اللفه بتاعت الرول تبقى من تحت. تمام. وادوس بقى وخلاص اخليه ياخد شكل القالب. في المرحله دي لازم ادوس كويس علشان ياخد شكل القالب بتاعنا، ما يبقاش فيه فراغات من جوه. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. همشي بايديا كده بالشكل ده علشان اوزعه كويس، واول ما احس ان كله اخد سطح واحد او ارتفاع واحد خلاص هبطل بقى ان انا مش هدوس عليه تاني، وهسيبه بقى يريح كده شويه. بصوا بقى بالشكل ده كده هو واصل تقريبا لنص القالب الارتفاع بتاعه. هسيبه بقى وهاخد الغطا بتاعه، وهبدأ من جوه هدهنه برضو بالزيت دهنة بسيطة جدا. ليه انا بدهنه بالزيت؟ علشان السطح بتاع العجينة بتاعتي ما ينشفش، وكمان لما يجي يرتفع ما يلزقش في الغطا بتاع القالب بتاعنا. وبصوا هاخد كمان السطح بتاع العجينة بتاعتي وهدهنها دهنة بسيطة جدا من الزيت. انا ما بكترش زيت، يعني بصوا دهنة بسيطة جدا زي ما انتم ما شايفين كده. السطح بتاع العجينة بتاعتي لما يجي يدخل الفرن مش هينشف معايا، وفي نفس الوقت هياخد بقى ارتفاع كده جميل ما شاء الله. اخده بقى كده واضيفه على جنب، اسيبه لحد لما يختمر معايا ويريح براحته خالص. تعالوا بقى ناخد القالب الصغير ده ونشوف هنعمل فيه ايه. هنبتدي ان احنا نحضر القالب بتاعنا وندهنه دهنه كده من الزيت من جوه والاطراف زي ما عملنا في التاني. وبصوا بقى عايزه اقول لك على حاجه حلوه جدا. القالب اللي احنا غطيناه بالغطا ده هيطلع محكوم، هيطلع الشكل بتاعه مربع، يعني هياخد شكل مربع مش هيطلع بومبيه لفوق. ده القالب بقى التاني ده لو انت عايزاه يبقى بومبيه لفوق طبعا مش هيتغطى.
قالب الانجليش كيك، فمن الطبيعي ان هو هيطلع بمبي من فوق. تعالى اقول لك بقى على طريقه حلوه جدا جدا هيتعمل معاكي شكل حلو قوي للتوست بشكل جميل جدا ومميز. هناخد كرات العجينه كده وهنبتدي نعمل كرات، يعني 8 كرات كل اتنين قدام بعض زي ما انتم شايفين كده، ونضيفها في القالب بالشكل ده، واتنين تاني قدام بعض. يعني انا كده عامله 8 كور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حسب بقى حجم القالب بتاعك. الطريقه دي بتبقى سهله جدا وبتخلص بسرعه معاكي، على فكره اسهل طريقه ممكن تعملها للتوست. تمام، هضيفها بالشكل ده وهسيبها بقى، هدهنها السطح بتاعها بالزيت، مش هضغط عليها طبعا، هدهنها بالزيت. اول ما تيجي تريح كلهم هيقربوا لبعض ويبقوا متقاربين جدا. ادهنها بقى كده دهنه كده عشان السطح بتاعها ما ينشفش زي ما قلنا، وهغطيها بكيس غذائي واسيبها كده لحد لما تبتدي ان هي ترتفع معايا شويه او تختمر، هي مش هتختمر قوي يعني. تمام، بصوا كده يعني عدى عليها تقريبا 20 دقيقة، وبعد كده ابص عليها كده الاقيها ما شاء الله. بصوا الكور كلها قربت لبعضها زي ما انتم شايفين، ارتفعت حاجة بسيطة كده لفوق، يعني عدت تقريبا سطح القالب بتاعنا. وتعالوا نشوف كمان القالب التاني، بصوا بالشكل ده. طبعا انت لو عايزاه ياخد شكل البومبي من فوق القالب ده فما تحطيش الغطا، لو عايزاه ياخد شكل مربع فحطي الغطا عليه. تمام، بص انا عايزه اقول لكم ان هو ارتفع لفوق كده، يعني كان متبقي تقريبا ارتفاع صباعين. هبتدي ان انا اغطيه بقى الغطا بتاعه لان انا عايزاه يدي شكل مربع، والتاني يدي شكل البومبي. بصوا بالشكل ده، ويلا نضيفه في الفرن. طبعا نكون مسخنينه مسبقا، الدرجة بتاعته 180 درجة. هيقعد معايا تقريبا 20 دقيقة، اطلعه والاقيه بالشكل الجميل ده. لازم طبعا اثناء ما بطلع التوست على طول لازم ان انا اغطيه بفوطة كده علشان يكتم البخار بتاعه ويبتدي ان هو يطرق السطح بتاعه شوية. والتاني اللي هو بالغطا بتاعه هسيبه بالغطا طبعا، مش هشيل الغطا. تمام، يلا بقى نقلب كده ونشوف القوالب بتاعت التوست عاملة ازاي. ما شاء الله طري جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. فضيت الاتنين بالشكل ده. بصوا القالب ده طالع شكله جميل قوي ازاي، وده كمان ما شاء الله طالع مربع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني القطعة تطلع مربعة يعني. يلا نبتدي بقى ان احنا نقطعه يعني قطع كده بالحجم زي حجم التوست اللي احنا بنجيبه بالظبط نفس الحجم. تمام، ونقطعه كويس بالشكل ده. انا عايزه اقول لكم ان القالب الكبير ده اكبر بكتير من التوست اللي احنا بنجيبه في الكيس اللي هو بيكون جاهز يعني. الحجم ده لما جيت ان انا اقسمه عمل معايا كيسين نفس حجم الكيس بتاع التوست الجاهز. بصوا امشي، اهم حاجه التقطيعه بتاعتي تبقى مظبوطه جدا. احسبها كده بعناية، اخلي المسافه بتاعته تبقى صغيره، ما تبقاش القطعه تبقى عريضه. بصوا اخر قطعه دايما بتبقى فيها المشكله او دايما بيبان منها ان كانت توست حلو ولا لا. وما شاء الله زي ما انتم شايفين كده طالعه جميله جدا. تعالوا نشوف كمان القالب التاني اللي هو البومبي ده. بصوا ما شاء الله طالع عامل ازاي، شكله حلو جدا، واخد شكل التوست فعلا، نفس البومبي اللي هو بيبقى طالع من فوق كده. أما عن خطوة التقطيع دي فلازم تكون بعد ما التوست ما يبرد تماما، يعني لازم يبرد معايا وما عرضهوش للهواء خالص أثناء الوقت ده لحد لما يبرد معايا. وقت ما يبرد كويس جدا والاقيه ابتدى يبقى رطب كده معايا واحس بالطراوه بتاعته، ابتدي ان انا اقطعه بالشكل ده. وتعالي دلوقتي اقولك على ملحوظه مهمه جدا وارجوكي ركزي معايا كويس قوي. العجن كتير في دقيق الحبه الكامله مش محبب خالص. في التوست انا بحاول ان انا اجمع بس العجينه بتاعتي المها مش اكتر. تمام، ما بتاخدش معايا عجن خالص. لو اضطريتي للعجن عشان تضيفي المكونات بالتدريج زي ما انا قلت لك يبقى هتعجني فيها مش اكتر من 7 دقايق. طب تعالى اقول لك، لو انت عجنتي اكتر من 7 دقايق ايه اللي ممكن يحصل في العجينه بتاعتك؟ هتبتدي تفك معاكي وهتبتدي تديكي نتيجه مش كويسه خالص. مش هيبقى فيه طراوه زي ما انت ما شايفاها كده، والعجينه بتاعتك هتفك معاكي وتنشف معاكي. تمام، ليه بقى؟ طيب هي بتدي ليه كده؟ لان القشور اللي هي بتاعت الحبه الكامله ذات نفسها بتقطع شبكه الجلوتين، فشبكه الجلوتين اللي هي بتكون في الدقيق ذات نفسها بتبتدي تتقطع، فخلاص بيبتدي يفرول معاكي العجينه بتاعتك، فمش هتديك النتيجه الممتازه اللي انت شايفاها دي. فلو سمحتي لو سمحتي بعد اذنك ركزي في اللي انا بقوله لك كويس جدا، والمعلومه دي مهمه قوي قوي. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اوصل لك المعلومه كلها كامله في اثناء الفيديو، يعني انا ببقى متأيده بوقت معين عشان ما اعمل لكمش اي ملل في المشاهده. فارجوكي لو سمحتي ركزي في المعلومه المهمه دي، لان التوست ما بيبقاش فيه عجن خالص. العيش الاسمر احنا بنعجن فيه بس لمجرد ان احنا بنظهر فيه بس العرق مش اكتر، وكل ده ما بيتعداش معايا ال5 دقايق. واثناء العجن بتاع الدقيق ما بتتعديش ال7 دقايق اصلا. انت فاهماني؟ انا الموضوع كله ما خدش فيه وقت خالص، والتوست ما بيتعجنش ابدا ابدا، مجرد نلم المكونات. انا بقول لك اهو تاني للمره ال20 في الفيديو، مجرد ان انا بلم المكونات بس مش اكتر.
وتعالوا نرجع كده سريعا للتوست بتاعنا ونشوف هنغلفه ازاي او نحفظه ازاي. بص انا خدت القالب الصغير اللي هو اللي كان في الانجليش كيك، بعد ما قطعته بالشكل ده هبتدي ان انا اضيفه في كيس غذائي واقفله كويس جدا، بس اهم حاجه اطلع الهواء منه. تمام. وبعد كده هاخد كيس تاني وهبتدي ان انا اغلف القالب الكبير. القالب الكبير لقيته كبير شويه على الكيس، رحت قسمته على اتنين، يعني عملته لاتنين قوالب. تمام. هاخد القالب اللي هو نص القالب الاولاني وهضيفه في الكيس بالشكل ده، واطلع منه الهواء واقفله كويس جدا. طيب انا دلوقتي احفظه ازاي؟ طيب ممكن الكيس اللي انا هستخدمه لفتره معينه لمده مثلا 6 ايام هيكون في التلاجة عادي جدا. الباقي بقى اللي هو يكون زياده عن الحاجه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله الكميه كانت كتيره شويه، احطهم في كيس تاني واضيفه في الفريزر. بس اهم حاجه الكيس ده اكون قافلاه كويس قوي بالشكل اللي انتم شايفينه، اخرج منه الهواء واقفله كويس جدا. اتمنى تنفذوا الفكره دي ان شاء الله.